مع اختلاف كل الانواع من الحلل اللي في السوق عندنا زي السيراميك والجرانيت والرخام والصاج داخل جرانيت والتيفال والتيتانيوم. كل عروسه وكل ست بيت بتبقى محتاره اشتري ايه اللي يتجاب. الحاجات دي ما بتتاخدش بالشكل وهم مش عاملينها كده وخلاص. كل حاجه فيها مميزات وفيها عيوب. هم عاملينها عشان خاطر احنا نشوف الانسب لينا ولاستخداماتنا ونجيبها. تعالوا في الفيديو ده هنقول ايه الفرق ما بينهم كلهم عشان خاطر وانت بتشتري تبقي فاهمه انت بتشتري ايه، وما تاخديش بالمنظر وما تاخديش بالشكل اللي يعجبك وخلاص، وما نجيبش حاجه استخدامها الغلط هو اللي يبوظها. اول حاجه عندنا من الحاجات القديمه خالص وهي التيفال. التيفال هي اول حاجه اتعملت، والتيفال من الحاجات اللي ما بنصحش بيه كتير، ده لسببين. اول حاجه ان التيفال ده هو قلبه اسود بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فبالتالي بيبقى عايز ست بيت او طباخه شاطره. يعني ما بتاخدش الشكل من مظهره بتاع الاكل اللي هو بدا يستوي فبدات درجه الوانه تتغير، بدا يحمر، بدا الكلام ده كله، لا. التيفال عايز حد شاطر. تاني حاجه في التيفال ان هو بيسخن مش بسرعه وبيبطأ ببطء جدا. بالتالي ان احنا ممكن نسيب الاكل في التيفال واحنا قافلينه بالشكل ده كده اهو. احنا بنقفله بالشكل ده بيفضل محتفظ بدرجه الحراره، وبالتالي بيسوي الاكل فيه. يعني احنا ممكن نشيل الاكل من عليه يعني نص سوا اللي هو ما استواش. ده التيفال. طب التيفال فيه مشكله كمان ايه هي؟ ان هو ما ينفعش يبقى متقشر ونستخدمه. ممكن في حاجات تانية وهنتكلم عنها دلوقتي، لكن التيفال لا. التيفال لو متقشر ومتجرح ما ينفعش نستخدمه خالص لان هو بيبقى مش صحي. ده بالنسبه للتيفال. اللي نزل بعد التيفال هو السيراميك. والسيراميك لما عملوه حاولوا يحلوا بيه مشاكل التيفال. يعني زي ايه؟ يعني لما عملوا السيراميك اول حاجه عملوها ان هم بداوا يغيروا من الوانه اللي بره. يعني السيراميك هنلاقي الوان كتير منه في الخارج بتاعته بالشكل ده، بس هو بتبقى الوان كاتمه. يعني هو اللون بيديك لون مباشر، ما فيهوش مثلا ايه اي حاجه. يعني احمر تلاقوه احمر، بينك تلاقوه بينك، ازرق هو ازرق. لكن قلبه بداوا يحلوا مشكلته ويخلوا قلبه ابيض. يعني ايه قلبه ابيض؟ يعني قال لك ان لما يكون في حد ما بيعرفش يطبخ وبياخد درجات الالوان بقى زي ما انا قلت كده، فهم يستخدم سيراميك. تاني حاجه في السيراميك ان هو لو اتخربش بعض الاجزاء منه ممكن نستخدمه. يعني عكس التيفال. التيفال لا ما نستخدموش، السيراميك ممكن نستخدمه. ده ليه بقى؟ ده لان السيراميك بيبقى صلب شويه. يعني تحسه لو حته اتخربشت تلاقوها ان هي بتطلع قطعه بتتكسر مثلا او بتطلع قطعه كده منه. لكن التيفال بتلاقوه عامل زي البودره كده. ففي فرق كبير ما بينهم. تاني حاجه السيراميك يعني في توصيل الحراره هو بيوصل الحراره بسرعه، يعني ما بيسخنش بدرجه، ما بيبردش بدرجه التيفال. يعني برضه بيبرد بس ببطء شويه. لما طلعوا بعد كده عملوا حل بقى يناسب ما بين الاثنين، وهو لحد دلوقتي محتفظ، وهو لحد دلوقتي اللي ماسك السوق كله هو الجرانيت. الجرانيت بقى حطوا فيه حلول كتير جدا. طب ايه بقى الحلول اللي في الجرانيت؟ اول حاجه عملوها في الجرانيت قال لك ان احنا نعمل اشكاله وموديلاته مختلفه. يعني الوانه كتير هتلاقيها متميزه بترضي كل الاذواق. قال لك احنا نعمل الجرانيت ده سلس بدرجه كبيره جدا. يعني ايه سلس؟ قال لك يعني يبرد بسرعه ويسخن بسرعه. يعني انت لو انت ست بيت كده والاكل استوى طفي عليه خلاص هنركنه هيبرد بسرعه. درجه المعدن او الجسم او الماده بتاعت الجرانيت دي بتبرد بسرعه. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان خلاص كده الاكل مش هيبوظ مننا، لا هيفضل حلو جدا واحنا عاينينه. وبيسخن بسرعه جدا. وفي نفس الوقت الجرانيت من اكتر الحاجات الموزعه لدرجه الحراره صح. يعني تلاقي كل جسم الحله بيسخن بسرعه جدا. يعني عكس التيفال مثلا او عكس السيراميك. يعني السيراميك يبدا يسخن من تحت ويوزع الحراره لفوق. والتيفال نفس القصه. اما الجرانيت لا، الجرانيت الجزء اللي تحت بيسخن هو زي اليد بالظبط. فبالتالي ان انت لما بتيجي تعملي اكل لو انت اكله سلس، يعني هو اي حد ما بيعرفش يطبخ يعمل فيه اكل. عشان كده من اكتر الحاجات اللي انا بنصح بيها كل العرايس. طيب ايه اللي نزل بعد منهم على طول؟ اللي نزل بعد منهم هو الصاج داخل جرانيت. الصاج داخل جرانيت ده هو يعني الناس حاولت تحل بيه حته الصاج بتاع زمان. الصاج اللي هو العادي لا، قال لك لا احنا نعمل صاج وداخله جرانيت. طب ده بقى من اكتر الحاجات اللي بتسخن وبتفضل ما بتبردش لانه معدن حديد. صاج حديد ومطلي جرانيت. طب ده لو اتخربش ما نستخدموش تاني لانه بيصدي، غير ان ماده الجرانيت كمان بتبقى مضره. ده بالنسبه للصاج. طب هو بينفع في اكل؟ بينفع في اكل. ولما عملوه في اكل نفع جدا. لما عملوه يتعمل بيه طواجن. يعني نعمل بيه اللي هي الاكلات الدسمه اللي هي البطاطس في الفراخ في اللحمه في الطواجن. ادوا له طواجن يطلع لكم النفس والاكل بتاع الطواجن. عشان كده محبوب في حته الطواجن دي. اما بالنسبه بقى اللي نزل بقى احدث ما بينهم على طول هو الرخام. الرخام حلو جدا وعملي جدا، بس فيه عيبين اتنين. اول عيب ان هو خشن. خشن جدا من جوه. يعني احنا بص لما بنيجي نمشي ايدينا بيعمل صوت ازاي اهو. خشن ده لان هو واخد شكل الرخام. الحاجات دي مش رخام ان هو معمول من الرخام بتاع الارض، لا. هو واخد يعني الشكل او التفاصيل بتاعه الرخام. فبالتالي حلو جدا في كل حاجه. طب تاني عيب فيه ايه بقى؟ ان هو تقيل. دايما تلاقي الحاجه الرخام دي تقيل، وعشان كده ما بيتباعش كتير ومش متوفر كتير. لكن هو عملي وبتاع العمر. بتاع العمر.
لكن انت لو هتتغاضي عن حته ان هو تقيل وان هو خشن، لا هات رخام، لان الرخام حلو جدا. وكمان اشكاله تحسيها اشكاله حلوه كده، يعني اللي هي تحسها طقم ليه هيبته. يعني انتوا شايفين الطقم، يعني الحله في منها الوانها، كل درجات الوانه حلوه. ده بالنسبه للرخام. اما بالنسبه لاحدث حاجه طلعت بقى هي التيتانيوم. التيتانيوم بقى لما حاولوا بقى يحلوا كل المشاكل دي، قال لك احنا نعمل ايه؟ قال لك احنا هنجيب حاجه صلبه جدا، يعني ما تتجرحش بسهوله، اعمل تيتانيوم. طب قال لك احنا كمان عايزين حاجه تبقى خفيفه خالص. يعني التيتانيوم ده هتلاقوه صلب وخفيف وسمكه مش تخين، وبرده قوي جدا وصلب جدا. يعني مثلا عكس ايه الجرانيت، لو احنا اتكلمنا في الجرانيت هنقول لازم نجيبه تخانته عاليه عشان درجه الحراره، فبالتالي يحافظ على ماده الجرانيت. لكن التيتانيوم لا، التيتانيوم قوي جدا وصلب جدا. وكمان التيتانيوم فيه ميزه حلوه قوي، ان كل اللطقم دي ما ينفعش نعين فيها الاكل في الثلاجه. الاحماض بتاعه الاكل تبوظ اللطقم دي، تبوظ كلهم. طبعا الرخام ممكن ما يبص شويه، لكن التيتانيوم لا. التيتانيوم قال لك انا ضد الاحماض، انا ما فيش حاجه بتاثر فيا، انا حلو جدا وبتاع العمر. طب وبالنسبه لتوصيل درجه الحراره، قال لك انا زي الجرانيت بالظبط. يعني بالظبط اللي هيعمله الجرانيت انا هعمله. طب واللي هيعمله الطعم في الرخام او الصاج داخل الجرانيت، اللي هو يديك طعم او نكهه الحاجه ذات نفسها، هو هيعمله برضه. يعني طقم حلو جدا ونازل جدا ضد الخدش. طب ايه بقى الفرق؟ لان في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بين التيتانيوم والتيفال. الفرق ما بين التيتانيوم والتيفال ان بصوا، التيتانيوم هتحسوا فيه لمعه كده، يعني لمعه زهريه او تحسوا صلابته باينه عليه. لكن التيفال هتحسوا ان هو بصوا اسود مكتوم بالشكل ده كده. على العلم ان بقى فيه اطقم كتير جدا في السوق تيفال، والناس بتبيعها على اساس انها تيتانيوم. انا مش عايز اتكلم على شركات ولا اقول اسامي شركات، بس في اطقم كتير جدا في السوق بتتباع على اساس ان هي تيتانيوم. ده الفرق ما بين التيفال. بعدين التيتانيوم هتحسوه الملمس بتاعه مش عارف اجيبها لكم سلس، عكس التيفال ده هتحسوه مكتوم، يعني تحسوه ناعم بس مكتوم كده. ده تحسه ناعم بس ايديكم بتجري فيه. ده ليه بقى؟ لان هو صلب جدا. ماده التيتانيوم من المواد اصلا الغاليه جدا، عشان كده هو غالي. ماده التيتانيوم بتخش في تصنيع الصواريخ والطيارات حرفيا، فلما بيعمل لك بيها حله ويديها ماده الطلاء الخفيفه دي بتبقى غاليه جدا. عشان كده نجح قوي في الاستخدام. دي كده كل المعلومات عن اطقم الحلل. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير علشان خاطر غيركم يستفاد، علشان خاطر وهو رايح يشتري يفهم هو بيشتري ايه وما ياخدش بالمنظر وخلاص. لو انتوا استفدتوا من الفيديو نعمل لايك وشير. شكرا.